بعد مسار حافل من العطاء للخطوط الجوية الجزائرية، ها هي اليوم تحظى بتحفة معمارية راقية التصميم والإنجاز بقلب حي الأعمال بباب الزوار بالعاصمة. مقر جمع بين الحداثة والتاريخ، فالتصميم يعكس صورة الجزائر الجديدة، والاسم يستذكر أمجاد المجاهد الراحل السعيد أيت مسعودان، أول طيار جزائري يقود طائرة حربية. هذا الصرح المعماري ذو الموقع الاستراتيجي المتربع على مساحة أكثر من هكتار يعكس مسعى شركة الخطوط الجوية الجزائرية في تحسين جودة خدماتها، وكذا تعزيز مكانة الجزائر الدولية، خاصة بعد فتح خطوط جوية جديدة. هذا الصرح المعماري المتفرد المتمثل في المقر الجديد لشركة الخطوط الجوية الجزائرية يجمع كافة الموظفين التابعين لشركة الخطوط الجوية الجزائرية بمرافق عصرية، بمرافق حديثة تهدف للرفع من أدائهم الوظيفي. بقدرة استيعاب تقدر ب1000 موظف، يتوفر المقر على جميع المرافق والتجهيزات لإدارة الرحلات وحجوزات التذاكر، بالإضافة إلى البنية التحتية الحديثة لدعم الاتصالات الداخلية والخارجية، ضمانا لخدمة أكثر فعالية وسرعة. المقر الجديد سيمثل دفعة نوعية لشركة الخطوط الجوية الجزائرية لتحقيق أكبر نسبة من النجاعة والمساهمة في هذا الإقلاع الاقتصادي الذي ينشده الجميع. مردودية عمل عالية وأداء مميز هو ما توفره بيئة العمل هذه. مديرية هندسة العمليات للخطوط الجوية نموذج للفاعلية في الأداء والمرونة في التنسيق والتنظيم. نشرف على تسيير 600 طيار من ناحية البرمجة الخاصة بالطيارين لضمان تنسيق وتنظيم السير الحسن للعمل، وهذا وفقا لمعايير السلامة الجوية. هذا الطابق مخصص لإدارة العمليات الجوية التي توظف 400 موظف إداري، بما في ذلك المهندسين الماليين ومتخصصي الموارد البشرية. هذا المقر سيسمح لنا كموظفين بتوسيع عملية التنسيق والمراقبة بين مختلف المديريات، وتحقيق رؤية استباقية أكثر نجاعة بما يتعلق بنشاط طيران المدينة. الجوية الجزائرية الجديدة جزء من خطة شاملة لتحسين الاقتصاد الجزائري من خلال زيادة الإيرادات وتحسين أداء الكفاءات وتعزيز مكانة الجزائر الدولية وعلاقاتها الدبلوماسية بتطوير وفتح خطوط جوية جديدة.